لكن بتاعي شاعر كبير من المنوفية وصديق عزيز عليا جدا، هو كاتبها لسه من اسبوع بس بمناسبة الاحداث الاخيرة في مصر. والشاعر سعيد القاضي بعنوان وطني يئن. والألم: لماذا صرت تعزف عن ممارسة الكتابة؟ أسئمت من طول الكلام وما وجدت له استجابة. أحزنت أن مدينتي الفيحاء صارت مثل غابة خنت أرانبها لمن تخشى مخالبه ونابه. لبست ثعالبها العمائم وارتدت ثوب الخطابة لتزف الطغيان ألحان المديح على الربابة. والذئب يلتهب الضحايا دون أن يخشى عقابه. هو من توضأ بالدماء وما تطهر من جنابه، وأتى يؤم الساذجين فلا ضمير ولا رقابة. في الغابة لا بوليس تخشاه الذئاب ولا نيابة. فإذا رأيت الحاكمين هم الجنات فلا غرابة. عجبا فرب الدار وهو بداره يشكو ترابه. قد أجبروه فسلم المفتاح كرها للعصابة، وأتاه تجار السياسة يمشطون على الربابة ليخدروه بالأمان بعد أن صارت خرابة. اقتل لتكشف زيف ما اقترفوا وكن صوت الغلابة، فالثورة البيضاء قد ردت إلى وطني شبابه. واجعل حروبك كالسهام تصد عن وطني ذئابه. يا نخبة وطني يئن ويشتكي مما أصابه. مصر التي فرحت بثورتنا أصابتها كآبة، وقد انقسمنا واختلفنا ثم صرنا في حرابة. يا نخبة وطني خجولا حين مزقتم ثيابه، لا تذبحوه لكي يصفي كل موفور حسابه. لا تجعلوا وهج الزعامة يستبيح دم الغلابة. وطني ينادي المخلصين فهل يرى منكم إجابة؟ هيا إليه وصاروا وقبلوا جمعا ترابا وتوحدوا، فالنصر منتظر لمن سيتقبل.